السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا سارة الفخراني، وده روتين ان شاء الله. النهارده يكون الروتين باذن الله خفيف عليكم وتحبوه. ما تنسوش تحطوا لي لايك لو عجبكم الفيديو. والنهارده ان شاء الله انا حابة اكلمكم على شوية نصايح، يعني هي 10 خطوات تقدري انك انتي تحافظي على وزنك او تبدأي ان انتي تنزلي وزنك بيها. بس تنزيل الوزن بيحتاج اكتر ان احنا نعمل نظام معين، يعني بسعرات، وبعد كده نقلله حبة بحبة. بس دلوقتي ده اللي انا عاملاه، النظام هيساعدك ان انتي تحافظي على وزنك، وانه يعني صحتك تبقى احسن، وده هدفنا، ان احنا صحتنا تبقى احسن. فهقول لكم على 10 خطوات ان شاء الله، لو اتبعتوها باذن الله باذن الله هتلاقوا فايده. يعني هتحبوا ان شاء الله، هتحبوا جسمكم بعدها. اول خطوه هي ان احنا نكتب هدف واضح، يبقى عندنا هدف واضح. يعني ان احنا لازم نكتب على ورقه وقلم، نكتب هدف واضح. ان انا مثلا انا عامله الحاجه دي ليه؟ انا عايزه اخس ليه؟ عشان اظبط صحتي مثلا، هو ده هدف. عشان احافظ على ركبي، ان انا ما زدتش زياده. كل واحد بقى بيكتب الحاجه اللي هو شايف انها ايه، هو الهدف ده ليه عايز يخس ليه. لو ما عرفناش عايزين ليه نخس، مش هنعرف نخس، ولا هنعرف نظبط صحتنا ابدا يعني. تاني حاجه هتساعدنا ان احنا ننزل وزننا هي النوم الكويس، يعني جوده النوم. النوم البدري كمان، يعني النوم اللي هو الكويس بيبتدي من الساعه 9 بالليل. يعني على حسب كل واحد طبعا بيخلص يومه امتى، بس نحاول بالكتير قوي لو هتبقى 11 12. انا نفسي بحاول دلوقتي، انا اصلا بنام الساعة 12، وبحاول ان انا اقلل حبة بحبة. تمام. فنقلل النوم حبة بحبة، يعني لو بننام مثلا 12 ننام 11 ونص، بنصحى 11 ونص او بنصحى 11 نصحى 10 ونص، ونسيب مثلا نفسنا اسبوع، وبعد كده نقلل ل10، وهكذا بقى بالتدريج. تالت حاجة كمان هتساعدكم قوي ان انتوا تعملوا اكلات صحية. انا النهاردة ان شاء الله في الفيديو هشارككم باكلة صحية باذن الله، هعمل لكم مسقعة على طريقتي، ما بتاخدش زيت كتير، وبتبقى خفيفة وجميلة جدا وطعمها تحفة. تمام. وعيالي ما شاء الله بيحبوها جدا. اوكي. فنحول بس الاكل ان احنا نعمل اكلات الدهون فيها خفيفة، ما تبقاش دسمة يعني. تمام. ورابع خطوة بقى ان احنا دي اهم حاجة، ان احنا نحلل فيتامين دي، نشوف الفيتامين دي بتاعنا كويس ولا لا. لو لقينا ان هو قليل لازم نتابع مع دكتور، ونشوف بقى ناخد مكمل او ايه، وباستشارة الدكتور اكيد. تمام. وكمان خامس خطوة ان احنا نعمل صورة دم كاملة، يعني لازم نعمل صورة الدم الكاملة عشان نتأكد ان ان الحديد كويس عندنا. يعني الحاجات اللي هي الفيتامين لما بيبقى نازل من الجسم او نازل، ما بيساعدش ان الجسم يخس خالص. يعني لو عندنا نقص في فيتامين دي مش هنخس، هنلاقي ان احنا بنعمل مجهود كبير جدا وما بناكلش وبنحرم نفسنا، وفي الاخر ما فيش حاجة بتنزل، يعني الوزن ثابت. فدي حاجة بتضايق جدا، يعني ما كنتش اعرفها. فلا، لازم تحللوا فيتامين دي وتعملوا صورة دم كاملة، ده اساسي. تمام. سادس حاجة بقى، وهي أساسا نقطع الدقيق الأبيض خالص من حياتنا، ونستبدله بقى بالدقيق الأسمر أو دقيق الشوفان. نجيب الشوفان عشان هو بيبقى أوفر كتير، نجيب الشوفان ونطحنه في البيت، وهيعمل لنا دقيق ويبقى تحفة، ونستعمله في المعجنات، في كل حاجة. هبقى إن شاء الله أشارككم بوصفات بإذن الله تكون صحية وكويسة بإذن الله. وسابع حاجة بقى إن احنا نستبدل السكر الأبيض بالسكر الدايت، اللي هو ممكن ستيفيا او اي نوع انتوا بتفضلوه يكون نوع كويس يعني. تمام. فالسكر الابيض من الحاجات اللي بتدمر المناعة، يعني السكر الابيض مش كويس ابدا للمناعة. فنحاول على قد ما نقدر، لو هنعمل كيكة مثلا، نفسنا في كيكة بقى اللي هي العادية اللي بالدقيق الابيض، تبقى مرة في الشهر عشان ما نبقاش برضو حرمان قوي. تمام. تامن نقطة بقى هتساعدكم انه احنا نحضر الوجبات تحضير مسبق. كنت عايزة اقول لكم بس الاول، البتنجان انا بقشره دلوقتي وهقطعه عريض، يعني دلوقتي لما اقطعه هتشوفوا هيبقى عريض. تمام. تحضير الوجبات المسبق اللي هو ايه؟ ما ان احنا نجيب جزر، نجيب خيار، نقطعهم ونحطهم في علبة يكونوا مغسولين جاهزين، علشان ايه؟ لما نيجي نحب ان احنا ننقنق
او ان احنا عايزين ناكل حاجة، ما نروحش بقى للحاجة الغلط على طول، لا، نلاقي دي مثلا تصبيرة عبال ما نحضر الحاجة الكويسة اللي احنا هناكلها. تمام. فدي من الحاجات الكويسة ان احنا نبقى عندنا حاجة جاهزة وسريعة يعني. تمام. والتاسع نقطة اللي هي المشي. بس شايفين، بص معلش، بس البتنجان هيبقى عريض، ده هيساعد اكتر في ان هو يتشوي احسن، بيبقى جوسي كمان من جوه كده وطري. لا، اما لو عملناه رفيع، الحلقات رفيعة، مش هيبقى كويس، مش هيتشوي يعني، هيتحرق. فلازم تبقى محملة شوية الخرطة يعني. تمام. تمام. ودلوقتي تاسع نقطة هي ان احنا نبدأ نمشي. لو احنا ما بنمشيش خالص بقى، خالص خالص خالص، وقاعدين في البيت بس ما بنعملش حاجة، بداية ان احنا نبتدي نمشي. نمشي 10 دقايق بس، مش لازم نكتر على نفسنا عشان ما نزهقش يعني. احنا ما بنمشيش خالص. لو مشينا 10 دقايق كل يوم وثبتناها مثلا مع الغدا، مثلا اتغديت اقوم امشي بعد الغدا 10 دقايق بس، مش هكتر، مش هزود من عندي. ومشيت عليها شهر كامل، والله هتفرق. يعني الحاجات البسيطة دي بتفرق، بس المهم المداومة عليها. يعني احنا نداوم على الحاجة وتبقى بسيطة. قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني بدل ما نمشي يوم و10، لأ. تمام. وأكيد الرياضة طبعا للي يقدر. ممكن نبتدي بالمشي، ويبقى مرتين في الأسبوع مثلا، نخليها ساعة. بس المشي اليومي ال10 دقايق دول ما تفرطوش فيهم، دول ممتازين وبيفرقوا والله. دلوقتي بس هقول لكم هنا، انا حطيت زيت على ميه. تمام. زيت زيتون على ميه، عشان الخلطه دي انا جربتها ولقيت انها ممتازه وبتطري البتنجان جدا، وبيطلع زي المقلي بالظبط. انا هنا دهنت الطاسه. تمام. وحطيت البتنجان، بصوا عريض، سمكه عريض. عشان ايه؟ عشان يستوي، بيبقى من جوه طري كده وجميل. هرصه كويس في الطاسه، وهحط له بقى على الوش، هدهنه بالميه بالزيت اللي انا حضرته. تمام. اهو انا بخلط الميه مع الزيت كويس جدا. تركة الميه دي والله هتدعولي عليها، لانها بتخليه جوسي وتحفه. حتى ممكن ما تعملوش على الطاسه بقى، لو انتوا حابين تعملوا الكميه كلها ومستعجلين، هتجيبوا صاج الفرن وهترصوا البتنجان فيه، وهتعملوا بنفس الطريقه برضو. هتدهنوه وتدخلوه على الفرن، هيطلع تحفه برضو. تمام. انا هنا هسيبه بعد ما دهنته، هغطيه واسيبه 10 دقايق يلون من على الوش اللي تحت. بعد كده هشيل الغطا واحطه على الوش التاني. بصوا هنا كده كان قعد 10 دقايق. دلوقتي اهو بصوا من تحت احمر وبقى جميل، زي المشوي زي المقلي بالظبط. تمام. وهقلبه برضو، هخليه يبقى يقعد شوية كمان. تمام. عاشر نقطة والأخيرة طبعا هي أهم نقطة، اللي هي شرب المية. لازم كل يوم يبقى عندنا 3 لتر مية أو لترين ل3 لتر مية، عشان الجسم كله عبارة عن مية. يعني المية ممتازة وبتخلينا من جوه احنا جسمنا مترطب، وللبشرة طبعا أكيد مفيدة جدا. فهي دي الخطوات. أتمنى أن أنا كنت أكون فدتكم يعني بالخطوات دي. بصراحة أنا نفسي بحاول أن أنا أنفذها اليومين دول، فقلت أشارككم يعني نتحمس مع بعض، ويا رب كل الناس تستفيد بإذن الله يعني من الخطوات دي، ونعملها مع بعض ونعمل تحدي. ولسه كمان ان شاء الله في فيديو تاني هجمع لكم نقاط تانية ان شاء الله تبقى برضو تساعد. انا شخصيا جربتها بس لسه بجربها عشان ابقى اقول لكم انقل لكم تجربتي يعني فعلا. تمام. هجربها واقول لكم ان شاء الله. ودلوقتي بصوا المسقعة خلاص كده، شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة. بصوا من جوه جوسي بقى وتحفة، طرية وخطيرة زي المقلي بالظبط. جربوه واكتبوا لي في التعليقات عجبكم ولا ايه. أنا بحاول اوريكم ان هو جوسي وتحفة. تمام. دلوقتي في نفس الطاسة هنزل بمعلقة زيت زيتون، وهحط الصلصة بقى. نعمل الصلصة. هبتدي أول حاجة بالثوم. هنزل بالثوم والفلفل الكوبي، الفلفل الكوبي. اوكي. توم.
ده انا ببقى مفرزاه التوم ده، يعني ان شاء الله بفرزه معاكم. بيبقى بيقعد من السنة للسنة ممتاز، ما بيجرالوش حاجة، وبيبقى بصوا لونه ابيض وجميل جدا. هشوح التومة شوية، ودلوقتي هنزل بالفلفل الكوبي. ده برضو مفرزاه، انا كل حاجة تقريبا بفرزها بصراحة عشان بتنجز وقت معايا، وبتبقى طعمها زي الفل، مفيش اي حاجة بتجرالها في الفريزر. يا دوب ياخد تشويحة كده، وهنزل بالصلصة. هحط معلقتين صلصة، والخل طبعا اكيد مع المسقعة بتبقى تحفة. نزلت بالخل هنا، وبعد كده بقى هنزل بالصلصة. هنزل بالصلصة واقلبها. اهو اوريكم البتنجان، بصوا عامل ازاي، تحفة زي المقلي بالظبط. اتمنى يا رب النهارده الفيديو يكون مفيد ليكم. لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، اكيد هو نزلت بالصلصة. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. وان شاء الله يا رب يكون الفيديو مفيد. جربوا الخطوات اللي قلت لكم عليها وقولوا لي ايه النتائج. نكمل دلوقتي، تعالوا اكمل معاكم المسقعة. بعد ما حطيت الصلصة هنزل دلوقتي بالبتنجان عليها، وبعد كده ايه هزود شوية مية. البهارات بقى اهم حاجة في الاخر، انا افتكرتها وحطيتها. نزلت بالبتنجان اهو. مش هياخد وقت ان شاء الله، مش هياخد وقت معانا البتنجان، مش بياخد وقت اصلا قصدي. هو يا دوب تقلبتين، وهحط له شويه ميه ليه؟ عشان يبقى فيه شويه صوص في المسقعه، ما تبقاش المسقعه من غير صوص، يعني تبقاش ناشفه. مش محتاجه ان انا احطها في الفرن، انا عن نفسي ما احطهاش في الفرن. ممكن بقى انتوا كخطوه زياده تحطوها في الفرن، بتتشمع وتاخد لون حلو من فوق، ده جميل جدا برضو اللي حابب يعني. بس انا خلاص كنت مستعجله تقريبا وما حطيتهاش في الفرن. وللي حابة كمان تبدأ تعمل رياضة مع البرنامج العشر حاجات اللي احنا قلناهم، ممكن تبتدي تعمل كارديو. الكارديو بالنسبة لأوزانهم كبيرة، يعني لو فوق 85 وكده عشان الركب، فبنبدأ باللي هو الكارديو. اللي حابب يعمل رياضة يعني ممكن تنزله من على النت، من على اليوتيوب يعني. ممكن تنزلوا فيديوهات للكارديو. الكارديو بيبقى ممتاز جدا، حتى لو ربع ساعة نص ساعة في الأسبوع مبدئيا، وبعد كده نزودها لمرتين، وهكذا. كل حاجة بالتدريج بتبتدي، بس إن شاء الله بتبقى يعني مع الاستمرار هتبقى جميلة. استمروا وإن شاء الله تلاقوا نتيجة كويسة. وأتمنى إن شاء الله النهاردة إن أنا أكون فدتكم، ومستنية تعليقاتكم ومستنية لايكاتكم واشتراكاتكم في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.